عيني جت على ايدي صدفة، لقيت حاجة غريبة جدا. انا غالبا ما بحطش مونوكير على ضوافري لاني بصلي، لكن لما بصيت عليها لقيت لونها نبيتي او احمر غامق. افتكرته في الاول مقلب من اخويا وحطلي وانا نايمة، لكن لما دققت فيهم لقيته دم متجمع تحت ضوافري، ومش صباع واحد ولا اتنين، دي ايدي كلها. طبعا ده غير الألم اللي كان بيزيد كل ما فوق وأعراض النوم تروح من جسمي. فعلا الألم مبقاش محتمل، فجريت على ماما على طول صحتها. قلت لها ماما شوفي كده، أنا ضوافري وجعاني جدا. في الأول افتكرته مونوكير برضه، بس قلت لها لا، إنه مش كده، ده دم متجمع تحت ضوافري. اتفاجأت طبعا من المنظر وسألت عن السبب. قلت لها مش عارفة، أنا صحيت من النوم لقيته كده. ماما كانت بتستخدم أدوية وفيتامينات وكريمات لتقوية الأظافر وعلاجها، فسألتها إذا كان عندها حاجة ممكن تخفف الألم ده أو حتى أي مسكن. ادتني بعض المسكنات والكريمات على قد معرفتها يعني بعناية الأظافر، وبدأت تسأل خالاتي وعماتي عن الأعراض دي، يعني يمكن حد يكون عنده تجربة سابقة ولا حاجة زي كده ويقدر يفيدنا.